الرجل 3 أشياء تضره من المرأة إذا طلبها في حاجته وأبت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كانت على ظهر دابة لنزلت، فإن أبت فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. تضرب مكانة الرجل وتضر في قلبه في مشاعره. والأمر الثاني ما هو؟ أنها تنكر له خيرا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيتكن أكثر أهل النار. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قالوا: نكفر بالله. قال: لا، تكفرن العشير. لو أحسن أحدهم إحداكن الدهر كله، حياته كامل، ثم في يوم من الأيام تغضب هذه المرأة وتقول له: لم أرى منك خيرا قط، ما شفت حتى خير منك. فهذا كذلك يضر بالرجل، سماه النبي عليه الصلاة والسلام كفران العشير. الحاجة الثالثة أن تطلب منه ما ليس له، الضر. ودليل ذلك قصة الإيلاء، لما آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أزواجه. يعني الضر، تطلبه في حاجة ما عندوش، هو أحيانا الزوج ما كاش، قولها ما عنديش، ما معناه؟ ما تدبر راسك، روح اسرق. يقول أحد العلماء: جل فساد الرجال ودخولهم في الحرام سببه النساء. وهذه مش معناتها أنت راك سالك يوم القيامة تمحيها في زوجتك، راك مسؤول، أنت مسؤول عند ربي سبحانه وتعالى، لأنك أنت سمعت رأيها. فلذلك جل النساء تطلب طلبات زائدة، وهي راهي طلبت هذه وطلبت هذه وطلبت هذه وطلبت، كل مرة ترمي له طلب، خاصة إذا كانت المرأة لا تخاف الله، تحب تفتخر أمام أخريات. وش تدير؟ تولي تدفع به فيولي رشوة والربا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك. ولذلك جل من الناس اللي يأكلون أموال الناس بالباطل تجد أن خلفهم امرأة، هذيك المرأة هي اللي دفعته بهذا. احنا مانيش نشمتوا في النساء كامل ولا نقولوا نجرموا فيهم، ولا رانا نقولوا حالات معينة سببها معظم الأحيان هذا الأمر هذا. ولذلك 3 مواطن إذا أرادت المرأة أن تحافظ على زوجها فلتحافظ على هذه المواطن ال3: ألا ترده عند حاجته، وألا تنكر له خيرا، وألا تطالبه بما ليس عنده. ما تكلفوش ما لا يطيق.